عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبألف خير. فيديو اليوم الجزء الثاني الخاص بحصاد قراءات 2023، وخاص اليوم بالروايات العربية. إذا ما زلت ما شفتش الفيديو الأول الخاص بالروايات التونسية، تلقاو الرابط متاعه في صندوق الوصف. في 2023 قريت 25 رواية عربية. نقول رواية عربية فيهم أيضا مجموعات القصصية. كان نصيب الأسد فيها الكتاب وكاتبات من مصر، ثم تجي لبنان وسوريا والسعودية، والباقي من ليبيا، المغرب، الجزائر والعراق. هذه قائمة الروايات الخمسة وعشرين اللي قريتها. النبيذة لإنعام كجاجي. أنعام كجاجي روائية مبدعة خلتني نقرأ تفاصيل وأحداث تاريخية كثيرة، أنا اللي تعتبر الأحداث الكثيرة في الرواية صعبة الهضم. تدور الرواية المبنية على شخصيات وأحداث حقيقية حول الصحفية العراقية ذات الأصول الإيرانية تاج الملوك عبد المجيد، أو تاجي أو مدام شامبيون. تاجي امرأة في التسعين ترقد للعلاج في إحدى مستشفيات باريس. دخلت تاجي عالم الصحافة بجرأة وعناد. أطلقت مجلتها وهي في 24 من عمرها، بدعم من القصر الملكي ورئيس الوزراء العراقي نوري السعيد. تتعرف في باكستان على منصور البادي، الشخصية الثانية في الرواية والوحيد اللي حبته. هو فلسطيني عرف النكبة، وهاجر لفنزويلا وين ما أصبح مستشار للرئيس شافيز. وديان الملاح الشخصية الثالثة في الرواية هي فتاة عراقية التقت تاجي في أمسية موسيقية صدفة. عازفة كمان في الفرقة السيمفونية، هاجرت لفرنسا بعد حدث أليم تعرضت له على يد الأستاذ. تتناوب الشخصيات في سرد تاريخ يوصل ل80 سنة، وتنقل أحاسيس وهموم كل من نبذوا وشردوا عن أوطانهم، وقضوا أغلب سنين حياتهم باحثين عن الحب والسعادة ومعنى الحياة. أرواح صخرات العسل لممدوح عزام. الرواية هذه تحكي قصة ثلاث أصدقاء، عابد، حامد، وخالد. هم أبناء المنارة اللي هي قرية ريفية تابعة لمدينة السويداء في سوريا. منذ الصفحات الأولى نعرف خبر وفاتهم زمن الحرب والثورة. عن طريق سرد مجهول نتبع حكايتهم عبر شخصين قريبين منهم، نائل الجوف وأحمد الشايب، المعروف أحمد لدي مصادري. هي حكاية شعب، أجيال مهزومة وأخرى شابة يحبوا ترويضها منذ الطفولة، عبر وسط عائلي مهزوز بسلطة أبوية حاقدة ومنظومة تعليمية ما تؤمنش بقيمة الإنسان، مبدأها العصا لمن عصى. رغم هذه الظروف، وسط الصراعات السياسية اللي عرفتها المنطقة وحتى زمن الثورة، حاول الأصدقاء المحافظة على نقائهم والتمسك بصداقتهم وحماية بعضهم البعض، ولقاو في صخرات العسل الواقعة أطراف القرية ملاذ ليهم ولطقوسهم ولأسرارهم وموسيقتهم. رواية موجعة قاتمة تفوح منها رائحة الموت اللي سيطر على المشهد برمته.
الكل يقول أحبك لمي التلمساني. الرواية هذه وصلت للقائمة الطويلة للبوكر عام 2023. في الرواية هذه نتعرفوا على 5 شخصيات، نعرفوا حكايتها، مشاعرها وغربتها بين محطة وأخرى. هي شخصية عربية تولدت أو هاجرت إلى كندا تعيش حياة يغلب عليها الترحال والسفر والإحساس بالغربة. الغربة هذه مزدوجة في الغالب، غربة جغرافية ناتجة عن ابتعادها عن الوطن الأم، وغربة داخلية داخل علاقات زوجية وعائلية محكومة ببعد المسافات، ويسودها الشعور بالوحدة وعدم الاكتمال والحاجة إلى علاقات أخرى لملء الفراغ. كل الشخصيات قالت في مرحلة ما أحبك، وكلها اعترفت بأنها في رحلة أبدية وسعي دائم لفهم هذا الشعور. خلال قراءتك للرواية تشعر أنك في حركة دايمة، وأنك تصاحب الشخصيات عبر الصفحات في رحلة تتعرف لهذا وذاك، تجذب معهم أطراف الحديث، كل واحد يمشي إلى وجهته. أحببت أسلوب الكاتبة وأحببت الرواية وتركيبتها. عما نتحدث حين نتحدث عن الصداقة بلال علاء عن دار وزيز، والصادرة سنة 2023. هي مش رواية ولا خواطر ولا سيرة ذاتية، هي جميع ما سبق، خليط ممزوج بالشجن والضحك. الراوي مجهول الاسم حتى النهاية، يشاركنا طيلة الكتاب مواقف من حياته، خصوصيات أصدقائه. نفهم من السياق من أول الصفحات أنه يعاني اضطرابات نفسية سببها تعرفوا عند قراءة الكتاب. يحاول تجاوزها بوسائل متعدة، من أهمها لقاءاته وحواراته مع أصدقائه متعدين لدرجة أنه يترك لك خريطة آخر الكتاب باش ما تتوهش في الأسماء والروابط. كل الأفكار والخواطر والحوارات في الكتاب محورها الصداقة، كيف تنشأ، علاش تنتهي، أنواعها، صفات الصديق وعناصرها المميزة. أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، الرواية اللي أثارت الكثير من الجدل وبسببها اتهم نجيب محفوظ بالإلحاد والكفر وإهانة الذات الإلهية. الرواية هذه اجتمعت فيها كل عناصر العمل الأدبي المميز: الحبكة، التصوير، الخيال. قدم من خلالها نجيب محفوظ رؤيته للصراع بين الخير والشر عبر التاريخ البشري، انطلاقا من نموذج الحارة المصرية، ومستعمل الرمز اللي أعطاه الرواية تفسيرات وتأويلات عديدة، انطلاقا من الجبلاوي الشخصية المتصفة بالعظمة والقداسة، مرورا بدريس وأدهم ثم جبل وقاسم، ووصولا إلى عرفة صاحب التجارب الخاصة. كلها قصص تروي ظواهر اجتماعية وسلوكيات تتجدد باختلاف الأزمنة والمجتمعات. الرواية هذه تنجم تقرأ قراءة سياسية عن طريق بعض رموز النظام في وقتها إلى الآن، كما نجم نقرأها من منظور انتصار العلم على الخرافات أو التفكير التقليدي. هكا نوصل لختام الفيديو، وهذه كانت الروايات العربية اللي قريتها خلال 2023، وأهم العناوين واللي تركت أثر كبير في نفسي بعد قراءتها. قولوا لي في التعليقات إذا عجبتكم بعض العناوين أو قريتوا البعض منها. استنوني في فيديو ثالث حول القراءات المترجمة لسنة 2023. مبقى لي كان نقولكم شكرا على وقتكم واهتمامكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم. ردوا بالكم على روحكم وبسلامة.